بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الإسراء والمعراج. النهاردة الخميس كنا صايمين كده، فصراحة كان عندي أكل بايت من امبارح. عملت بس جنبه كده شوية فتة، شوية عدس أصفر برضو يدفي كده في الساعة، وقليت شوية فلفل. وده كان فطارنا، نعمة وفضل من الله، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. كان عندي من امبارح كنت عاملة معاكم بطاطس وملوخية، فمتبقي يعني طبقين حلوين وعندي رز. فصراحة الواحد في الزمن ده يعني ما ينفعش نرمي اكل، ونعمة وفضل من الله ان احنا ناكلهم تاني يوم مفيش مشكلة. عملت جنبها شوية شوربة عدس. طبعا كان عندي كده جزر شايلاه في التلاجة، غسلاه طبعا، مفرزاه غسلاه. سخنت ميه الاول، خليت الميه تغلي على النار، حطيت طماطمتين وشويه توم وبصلايه. لو عندك بطاطس تقدري تحطي، عندك كوسه تقدري تحطي. انت كده بتغني من طعم يعني من فوائد الشوربه بتاعه العدس. شوربه العدس دي بتبقى ليها فايده حلوه قوي. نزلت بمكعبين مرقه وهسيبهم بقى يغلوا على النار، وبعد كده بتضربيهم في الخلاط او الكبه، ممكن بالهاند بلندر، بس انا بحب ان انا اصفي العدس. هتشوفوا دلوقتي كده في الاخر في اللي هو بتاع قشر الطماطم، قشر الجزر برضو بيكون عامل معايا كده ان هو، انا عن نفسي ما بحبش القشر فيه. تقدري برضو تحب لو انت حابه ان انت تعمليه شوربه عدس بس من غير ما تحطي له المكرونه، بس احنا صراحه بنحبه ان احنا نعملوه نحطه فيه شويه مكرونه كده شعريه. المهم صفيت العدس كده وهسيبه ياخد غلوة على النار، وبعد كده هروح احمر شوية مكرونة كده شعرية بمعلقة سمنة كده فلاحي، بجد بتدي طعم حلو قوي للعدس. وكمان زودت له ملح. وفيها كمان خطوة كنت ناسيها خالص، انا ممكن يعني انتي ما تحطيش في الاول خالص الثوم في السليق بتاع العدس والطماطم وكده، ممكن تدقيه في الاخر، بس انا بحب ان انا اسلقه، يعني احط الثوم في اول مرة في السليق. في الاخر بقى كده بحط معلقة هريسة شطة. تمام. معلقه هريسه شطه، وبظبط الملح بتاعه، وبحط له معلقه كمون صغيره. انا هنا نسيت خالص، هنا بقى كنت بقلي فلفل، طبعا كنت ناسيه هنا معلقه الكمون. انا كده خلصت فتة العدس وسبته يا دوبك طفيت على عليه، وهو المكرونه من السخونيه يعني هتعمل لوحدها. المهم هنا بصوا كنت ناسيه خالص خالص الكمون. يعني عارفين لو ماما كانت اكلته ومن هو فيش كمون بتزعل او بتحبه جدا، معلقه الكمون برضو بتديله كده طعم وبتوديه طعمه في حته تانية خالص. قليت بقى الفلفل وحطيت له رشه ملح. وده كان غدانا. سخنت البطاطس بتاعت امبارح وشويه الملوخيه، وسخنت الرز وطلعت ليمون مملح حلو قوي، وعيش ابيض كده بقى. ودي كانت غد فطرنا النهارده، يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، فضل ونعمه من الله. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.